وسع وسع، البليلة السخنة، البليلة الطازة، البليلة الكريمي. وسع وسع، اوعي تقلبي الفيديو وتقولي ايه يعني دي البليلة، لا، معايا هنا في الفيديو ده هتشوفي تركات وحركات هتعملك احلى طبق بليلة او احلى كوباية بليلة ممكن تكوني دقتيها وممكن تكوني هتدوقيها واحسن ما بتشتريها جاهزة من بره. تعالي اقولك السر. وعلى فكرة انا لا ضفت دقيق ولا غيره زي المحلات ما بتضيف عليها دقيق، انا معايا تركاية 2 3 هتخليكي تعملي احلى طبق بليلة ودفي ولادك بارخص التكلفة. البليلة لها فوائد كتيرة جدا جدا هتعرفيها معايا في الفيديو ده وكمان في الفيديو اللي جاي. قبل اي كلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وكل مرة هقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان على الابواب، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. واهم حاجة دعوات حلوة كده ان ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين. قبل اي حاجة تعالوا نشوف المكونات اللي معايا، وزي ما قلت لك ما تنسيش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. معايا بليلة نص كيلو من البليلة تقريبا، وعليهم الحاجة التانية دي. البليلة دي لازم تتغسل كويس وتتنقع، في ناس ما بتنقعهاش بس لازم تتغسل وتتنقع وهقولك ازاي دلوقتي. معايا كده نص كوباية صغيرة من الرز، معايا لبن بودر، معايا نشا، معايا كريم شانتيه وفانيليا، وكمان لبن لبن عادي زي ما تحبي تستخدميه. تعالوا مع بعض كده هنروح على النار ونتكلم في التفاصيل. حطيت ميه تغلي وكنت من قبلها نقع البليله بتاعتي كويس جدا جدا جدا، وكل شويه غير الميه عليها علشان خاطر انزل اللون الغامق اللي بيبقى فيها. هتقولي لي لا ما فيهاش لون غامق، لا، لو جربتي وسبتيها شويه هتلاقي الميه بتاعتها بقى لونها مصفر شويه. كل شويه كل ما هتغيري الميه لحد ما تخلي الميه بتاعتها بقت طبيعيه زي ما نزلتيها عليها من الحنفيه. وبعدين نزلتها عادي، ممكن تحطيها وبعدين تحطي الميه زي ما تحبي، بس انا كنت محضره الميه بتاعتي اصلا معايا على النار عشان كنت بصور. وهنا بقى خطوة مهمة جدا لازم تعمليها في أي بقوليات، وقلتها لك وأنا في فيديو الفول. أي بقوليات على النار بتحطيها زي اللحمة وزي الفراخ لازم تقفي جنبها وتشيلي الريم أول بأول. الريم ده بيعمل طبقة مش لطيفة، بيسود مع كتر الغلية. طب وليه نغمق لون الحاجة بتاعتنا أو نستخدمها مثلا او نبوظها عشان خاطر بس ايه شويه الريم اللي بيظهروا على الوش؟ البقوليات بصفه عامه لازم نعمل معاها الخطوه دي اهو. بصوا كل شويه كل ما تغلي ارجع لها واشيل اللي عليها. حاطه جنبي على البوتاجاز طبق فيه شويه ميه علشان بنزل دي فيه واشطف فيه المعلقه بتاعتي. هنا بعد البليله بتاعتي تقريبا ما اخدت 3/4 السوا بتاعها. كلنا متفقين البليله ما بنسيبهاش تستوي كتير، البليله بتستوي في ميتها. خدت كده يعني دخلت في التسويه بتاعتها، وقمت نازله عليها بكوبايه الرز او نص كيلو البليله حطيت عليه كوبايه صغيره من الرز او فنجان رز صغير. ايه ده رز؟ حد يحط على البليله رز؟ ايوه استني بس، ما هم بره اللي انت بتشتريها بيبقوا حاطين عليها دقيق حضرتك عشان يخلوا لونها ابيض، انما انا جربتها بالدقيق وجربتها بالنشا وجربتها بتركايه الرز، وده بقى اللي فرق معايا كتير، وعشان كده خدت قرار ان اصور الفيديو وانزله لكم. تحفه جدا. اديكوا شفتوا من اللون برضو، واقفه بشيل الريم، انا واقفه جنبها بشيل الريم وهي بتغلي. بصوا لونها بقى عامل ازاي. تركايه فنجان الرز على نص كيلو البليله دي فرق معايا جدا 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 جدا. هنا بس في القوام واللون، لا كمان في الطعم، خلي الطعم جنان جدا. هنا بقى بحضر الخلطه بتاعتي، وهنا البليله كانت تاني يوم، انا سويتها بالليل وبعدين ابتديت اشتغل فيها تاني يوم الصبح. حطيت نص كيلو من اللبن وعليه معلقتين صغيرين من النشا، معلقتين كبار من اللبن البودر، ومعلقتين كبار من كريم شانتيه. طب ايه لازمته اللبن البودر؟ لا بيدي طعم حلو جدا وبيضيف التست. وظرف الفانيليا ظرف واحد تقدري تستغني عنه وتحطي معلقه من ميه الورد او ميه الزهر. هنا البليله لما انا سبتها تغلي ما خليتش الرز استوى للاخر، انا طفيت عليها وهو كمل تسويته في السخونيه، يعني كان فاضل سن صغيره على تسويته. هنا بقى لما حطيتها تاني يوم على النار اهي، وحضرت الخليط اللي انا هشتغل بيه فيها اللي هو اللبن والكريم شانتيه واللبن البودر، وكمان معلقتين النشا الصغيرين وظرف الفانيليا. حطيت السكر بتاعي ودوبته كويس جدا مع البليله على النار، وبعدين ضفت اللبن بتاعي. طبعا هنا انا ليه بسيب البليله؟ علشان خاطر تكون اتشربت ميتها كلها، علشان خاطر ما يبقاش فيها سائل غير اللبن فقط لا غير. وكلنا يعني عشان تبقى علامة معينة البليلة ما بتتعملش وتتاكل في وقتها، لازم على الأقل تقعد من 5 ل6 ساعات عشان تكون نفشت أو تكون طلعت اللحم بتاعها ظهر كويس جدا. هنا بقى هفضل اقلب كويس قوي قوي قوي. وما تنسيش بقى دعم القناه باللايك والشير والسبسكرايب والتعليق الجميل منك. لو وصلت لحد هنا صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام.
بصوا هنا فظيعه. على فكره هعمل لكم فيديو تاني علشان خاطر اقول لكم تجربتي مع البليله، وخصوصا هيكون فيديو مهم للامهات اللي عندهم اطفال عندهم حساسيه البان. زي ما بقول لكم ربنا يشفي مرضانا ومرضى الجميع يا رب. انا فضلت اقلب كده وكنت بختبرها. اختبرتها ازاي علشان بوريكم في الفيديو. انا اختبرتها لما حطيتها على المعلقه بتاعتي وعملت خط كده، لو جت على طول اعرفي ان هي لسه، لو ما عملتش خط ثابت اعرفي ان هي لسه عايزه شويه على النار، مش شويه انك تضيفي نشا او تضيفي حاجه تانية، لا ممكن تزودي في الكريم شانتيه، ممكن تزودي في اللبن البودر، ممكن تزودي في كل حاجه ما عدا النشا. معلقتين صغيرين جدا. انا معتمده على النشا اللي خرج لي من البليله وكمان من الرز. هنا بقى بدات اغرفها كده معاكم. طبعا انا بسيب جزء في الحله بتاعتي علشان خاطر انا بحبها سخنه جدا. تقدري تقدميها مع نوع المكسرات اللي تحبيه، او لو ما بتحبيش مفيش مشكله. انا هنا ما كانش عندي مكسرات بصراحه، وعشان خاطر مش كلنا بنحب المكسرات، يعني حطيت شوكولاته للي عايز بيه عليها حبيبات شوكولاته صغيره، حطيت شويه من جوز الهند كده بس من باب شكل الطبق يكون حلو. انا بالنسبه لي بحبها ساده، ويا سلام لو معاها كوره من القشطه او الكريمه او الايس كريم الفانيليا، تحفه جدا جدا. يعني انا بحب اكلها بالثلاث حاجات دول، ولكن ما اكلهاش من المكسرات. عملتي حاجه حلوه مفيدة ومغذية جدا 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 لولادك بأقل التكلفة. الموضوع كله 25 جنيه، هتعملي لهم حلة تقعد معاهم يومين 3، كل يوم الصبح كده كوباية تدفيهم وكمان تغذيهم. ولو طفل ما بيشربش اللبن هتكون حاجة أساسية ومهمة جدا ليه. وهنا بقى خلص الفيديو بتاعنا، واهم حاجة ما تنسوش دعم القناة باللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله واتمنى الفيديو يكون عجبكم.